طيب دلوقتي بقى هنعمل الشباك وهنعمل الباب. اول حاجة قبل ما هنبدأ نشتغل لازم نعمل اللاير بتاعتنا، نعمل نيو لاير، هنعمل ويندو ونخليها بلون مختلف عشان اللاير بتاعتها تبقى مختلفة، وهنعمل لاير كمان للدورز ونغير اللون بتاعها برضو. هنعلم على الويندو الاول واروح على التاسك بتاعي، هلاقي ان الشباك عرضه 1.64 وعلى بعد 1.43 بس من وش الحيطة الداخلية، يعني 1.43 و1.64. هاجي هنا اعمل لاين واجي من وش الحيطة الداخلية واعمل 1.43 واعمل خط تاني على نفس المستوى 1.64 واقوم طالعه كده لفوق اهو. بكون مشغله السناب عشان بس يعمل لي العمودي ده، وامشي كده واوصل لحد النقطه اللي انا كنت عامله فيها الخط بتاعي اهو. السناب اهو بص بيشتغل على طول، فهيعمل محاذاه ليها بالخط، يا اما هقوم شايله ده عامله له ديليت واعمل لاين تاني هنا كده عمودي واقفل هنا سكيب لاين جديد واقفل، اشيل الكلام ده ملوش لازمه معايا، امر تريم انتر انتر واشيل الكلام ده. بعدين اعمل اوفست او الاختصار بتاعها او، هعمل المسافه او بوينت. المفروض قبل ما اعمل اوفست بعمل لاين في النص الاول، هعمل هنا اوفست 0.20 2 ملي، وهعمل واحد فوق وواحد تحت، وبعدين اخد اوفست من اللي فوق واوفست من اللي تحت واشيل الخط اللي في النص ديليت، واعمل اوفست تاني مسافة مثلا قد كده بالنظر كده، يا اما تجيبها بلوك وتحطه، واشيل الترم ده. طبعا لو جبناه بلوك على طول هيبقى احسن، ولكن احنا دلوقتي بنتدرب على الاوامر دي فبلاش نعملها بلوك ونستسهل عشان نتدرب. كنترول اس، بعديها هروح على الدورز، اللاير بتاعت الدورز عشان ارسم فيها الباب. هاجي هنا كده على لاين بس اشوفه الاول، هو هنا من وش العمود هيمشي 10 سنتي وبعدين الباب 90 سنتي. تمام، هجيب لاين من وش العمود همشي 10 سنتي 0.10 وهطلع خط مستقيم بالقرص F8. تمام، هعمل نقطة من هنا وبعدين من الوش هنا هكتب 90 سنتي. تمام، وهعمله مثلا 0.5، ده كده السمك بتاع ضرفة الباب واقفله كده ماشي. بعديها هعمل لاين واجيب من الوش هنا 90 سنتي واقفل الباب ده كده تقفيلة الباب. نعمل بقى ترمات، كنترول زد، ده كده ديليت واعمل هنا ترم. هو ده مش قاطع، ده معناه ان هو مش واقف عليه. بصوا اهي ده كده معناه ان هو مش واقف عليه، عشان كده كان بيقطعه كله. لا هعمله عمودي عليه. اول بقى ما هعمل ترم، كويس ان الحركه دي حصلت من هنا ماشي. بصوا دي كمان اهي لازم الخط يلمسه عشان خاطر ما يشيلوش كله. ايوه كده ترم. تمام، كنترول اس. طيب هعمل الكيرف بتاع الباب ازاي؟ بجيب ارك واخد السهم اللي من تحت دوت، وبعدين اختار ستارت واند وسنتر
بختار الاختيار ده ستارت سنتر اند، فبقول له ان الستارت بتاعتي هتكون من هنا، والسنتر بتاعي الستارت بتاعتي هتكون من هنا، والسنتر بتاعي هو ده، والاند بتاعي هو ده. حتى لو كان معكوس بتقوم شاديه من هنا كده وعادلينه. F8 هنشيل بس F8 عشان هو ده اللي عامل لي المشكله اهو، وبخليها مماثل ده كده بالظبط، لازم تكون مماثله للنقطه دي. انا كده عملت الباب خلاص، وبرده لو عندي بلوك بعمله بلوك. يلا طبقوا الشباك والباب ونكمل. كنترول اس، متنسوش تحفظوا المشروع.